لو أنت لسه راجع من المستشفى وربنا رزقك ببيبي صغير ودخلت مرحلة اللي أنت معاك الطفل أهو بس مش عارف تعمل إيه بعد كده، فطبيعي هتلاقي نومه ملخبط، بيعيط كتير وعايز يرضع كل شوية، والكل بيديك نصايح وكل نصيحة عكس اللي قبلها. فأنا عايزك تطمن، ده الطبيعي، واللي جاي ده دليلك للطفل أول 3 شهور. أول 3 شهور في حياة الطفل هم أصعب فترة. ليه؟ لأن هو كان في مكان دافي وهادي وما فيهوش جوع، فجأة اتحدف في عالم هو مش متعود عليه. فخلينا نمشي واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم عنها هي النوم. الطفل أول ما بيتولد ساعته البيولوجية لسه ما اشتغلتش. يعني إيه؟ يعني ينام وقت ما يحب ويصحى وقت ما يحب. الكلام ده أول 3 شهور. بس بعد كده لازم نخلي عقله يربط بين النوم والليل والنشاط والنهار. فالصبح نفتح النور والشبابيك ونعمل أي نشاط حوالين الطفل حتى لو كان الطفل ده نايم، علشان عقله يربط إن ده وقت الصحيان. وبالليل نهدي الإضاءة ونتجنب أي دوشة علشان عقله يعرف إن ده وقت النوم. وكمان مهم جدا إن الطفل لازم ينام على ظهره حتى لو هو بيستريح وهو نايم على بطنه، علشان نقلل من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ. وينام في سرير لوحده في نفس أوضة الأب والأم على الأقل أول 6 شهور. طب الطفل ينام إزاي ويستريح؟ في سر هقولك عليه هتشكرني عليه والله بعد كده، وهو إن في حاجة اسمها القيمات. القيمات ده إن أنت بتقلد رحم الأم، بتلف الطفل بالكامل وتخليه أكنه نايم في بطن الأم لسه. هو كده هيستريح وأنت كمان هتنام مستريح. تاني حاجة هنتكلم عنها هو العياط. خلينا نكون متفقين إن العياط ده هو لغة الطفل الوحيدة، مش لازم يدل على مشكلة. فلو هو جعان هيعيط، عايز يغير هيعيط، عايز حد يشيله هيعيط، زهقان هيعيط برضه. بس امتى نقلق؟ لو العياط ده بقى زيادة عن اللزوم أكتر من 3 ساعات في اليوم من غير سبب واضح، ساعتها لازم نفكر في المغص أو الغذاء. ودي حلها بسيط جدا، إن احنا نشيله على كتفنا ونقعد نطبطب على ظهره، أو نحرك بطنه بحركة دائرية نساعد الغازات دي إنها تطلع. تالت حاجة هتكلم عنها هي الرضاعة. مفيش حاجة اسمها ميعاد ثابت، الطفل بيرضع بالطلب. يعني عيط نجرب نرضعه. وخلي بالك مش كل الأطفال زي بعض، اللي بينفع مع طفل ممكن ما ينفعش مع الطفل التاني. فما تقارنش. مش حد يقول لك احنا كنا بنرضع عدد مرات كذا فانتوا لازم ترضعوا عدد المرات دي، لا. تالت حاجة هتكلم عنها هي البامبرز والغيار. طبيعي جدا ان الطفل يغير من 8 ل 12 مرة في اليوم. بس نروح المستشفى امتى؟ لو في طفح جلد شديد، أو خروج دم مع البول، أو انقطاع البول لمدة 8 ساعات، ده لازم يروح المستشفى فورا. نيجي بقى لمشكلة بتتكرر مع الناس كلها. في ناس بتقول شربوا معلقة مية صغيرة، أو دوقوا شوية ينسون أو شوية كراوي، أو تحط له على لسانه حتة تمر. الكلام ده ممنوع تماما. الطفل أول 6 شهور ما يدخلش بقه حاجة غير اللبن، لا مية ولا ينسون ولا تمر ولا أي حاجة حتى لو نقطة صغيرة. ليه؟ لأن معدة الطفل صغيرة وحساسة، وأي حاجة غير اللبن ممكن تعمل مغص وإسهال وقيء وعدوى معوية. حتى المية يا دكتور غلط؟ غلط، لأنها بتشبع الطفل وبالتالي تقلل الرضاعة، وممكن تعمل خلل في الأملاح وده يسبب تشنجات لا قدر الله. طب اليانسون والأعشاب مش آمنة، وكمان ممكن تضر الجهاز الهضمي والكلى اللي لسه بيتكونوا. طب بالنسبة للزيارات والبوس والأحضان، طبعا كل ده ممنوع لأن مناعة الطفل لسه ضعيفة ولسه بتتكون، فأي عدوى بسيطة ممكن تؤدي لمشكلة كبيرة. كلمة أخيرة، إن الاهتمام بالطفل ده عمل فريق، مش الأم لوحدها والأب واقف بيتفرج. عشان كده هي اسمها الأمومة والأبوة. لو حابب نكمل السلسلة دي ومن 3 شهور لسنة وهكذا، اكتب لي في الكومنتات. أنا الدكتور محمد الأزاز، وخلي بالك على صحتك لأنها أغلى حاجة عندك.